هنا القاهرة. يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا الكروان غدا وصحانا وصحانا. يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا الكروان غدا وصحانا وصحانا. ويا صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. صباحكم فل، صباحكم كله نشاط وطاقة ايجابية يا رب. جمعة مباركة عليكم، النهاردة الجمعة. بصوا بقى، شوفوا الجمال. ربطة النعناع ديت في قلبي والله العظيم، ريحتها تحفة. بصوا، انا مش هعمل بقى حاجة دلوقتي، انا بس هسيبها تنشف. يعني دلوقتي هغسلها وافرطها كده على صينية واسيبها تنشف عشان اعينها. بصوا بقى، دلوقتي انا كنت هعمل كوبايه شاي وسندوتش عادي، فلقيت ده عندي كده من امبارح في كام واحده كده، فقلت اعمل كده كوبايه كوفي بريك من ده، واخد يعني كام ملتهيه من دي، يعني تغيير. انا كده حطيت السكر ماشي. نحط بقى الكوفي بريك ده. بصوا تعالوا بقى كده ندلعه زي النسكافيه. هنعمل ايه؟ نحط شويه ميه اهو، ونضربه بقى كده كأننا نضرب نسكافيه بالظبط. نشوف يعني هيعمل فوم ولا مش هيعمل. يا ريتني ما جربت. وزي ما انتوا شايفين ايه اللي حصل معايا، لازم الحاجه ما تكملش للاخر كده. بس الحمد لله انا قلت هجرب، يعني لو عمل فوم خير وبركه، ما عملش خلاص. المهم طلع ما عملش. الرخامه مطرح ما النسكافيه وقع، جبت بقى المولتو وحطيته على الصينيه، وقلت بقى ايه، اطلع افطر عشان اشوف اللي ورايا. ناخد الفطار ونطلع بقى، عشان ايه، النهارده الجمعه كده وصاحيين بدري، عايزين نخلص بدري. فتعالوا بقى اما اروح كده المطبخ، اللي انا الحمد لله مش هاجي اموت النهارده. بصوا، انا اول لما صحيت طلعت الغدا اللي كنت عاملاه في التلاجة، يعني طلعته بقى عشان كده نسخنه. وادي المطبخ، وادي المطبخ يا بنات. هو بس فيه كام كوبايه كده من بالليل يعني، بس كده. ودي الفطار انا ماسحه بقى حالا نسكافيه، وده النسكافيه وده المولتو، ويلا بينا نفطر مع بعض. طبعا انا بسجل لكم النهارده الاثنين، بس الفيديو ده انا كنت مصوراه الجمعه، بس حصل كده شويه ظروف، ما عرفتش ان انا انزل الفيديو في اليومين اللي فاتوا يعني. ف بصوا، انا اول لما صحيت عملت الفطار زي ما انتم شفتوا، دخلت بقى كده على البلكونه، فتحت الستاره ومسحت البلكونه الاول قبل ما انشر. وبعدين بقى كان عندي غسيل لميت الغسيل اللي كنت نشراه عشان اطبقه، وده غسيل عايز يتنشر. فالمهم بقى يا بنات، قلت بقى اطلع بقى الهدوم، بما ان صاحيه بدري والشمس طالعه. الشمس كانت تحفه تحفه بجد والله العظيم. انا لما الهدوم ريحه الشمس فيها كده، الله على الجمال. المهم بقى قلت هطلع الدور ده بقى انشره برضو على الحبل بره، عشان الشمس بقى تنشفه بسرعه، وياخد كده ريحه الشمس، ويبقى نضيف كده وجميل ومعقم وكل حاجه. يا دوبك مسافة ما لميت الهدوم ودخلت وجبت الهدوم وطلعت عشان انشرها، لقيت جارتي اللي فوق نشرت وهدومها مغرقة الدنيا مية، فما عرفتش انشر للأسف. قلت مش مشكلة بقى، قمت فاتحة المنشر ونشرهم على المنشر. هنا كنت بقول لك يعني انا نشرت الهدوم في البلكونة عشان المية يعني، وان انا مسحت البلكونة وكده. بس يا بنات، دخلت بقى على اوضه الاطفال. الحمد لله ان هي ما كانتش مكركبه قوي اصلا، لان الاوضه دي ما كانش في حد نايم فيها خالص من ايام ما كنا فرشينها للعيد. طبعا السجاد نضيف والدنيا كانت تمام وكده. بس قلت ايه، عايزه امسح الاوضه عشان بس الدخل والطلع من البلكونه مش اكتر، لان كان اليومين اللي فاتوا كان فيه تراب وكده. فشلت بقى السجاد ونفضته وقمت بقى عادله السراير، يعني مكان ما حد كان قاعد وكده، نفضتها بس كده تنفيضه، وعدلت السراير، وجبت الهدوم هنا كنت طبقتها اهو. دخلت بقى عندها في الدواليب، وجبت بقى الدفاية اللي انا كنت بفرشها على السرير هنا. بعد ما طبقت الهدوم يعني فرشتها. وكده يا بنات، انا خلصت الاوضه. انا ما مسحتهاش معاكم بصراحه، انا قلت امسحها بسرعه عشان بنتي صغيره كانت بتعيط، فالتصوير بياخد وقت. فمسحتها ونشفت وفرشت السجاده اهو. تعالى بقى نرش المعطر كده، نعطرها.
دي الترابيزه بتاعه التسنيم، نحطها هنا. نحط هنا كمان الستاره. وكده الحمد لله خلصت من الاوضه. بقيت الشقه بقى هكنسها بالمكنسه وخلاص. يلا بينا نشوف. وبعد كده يا بنات دخلت بقى على اوضه النوم. عدلت السرير اللي كنا نايمين عليه، ماشي. وقلت بقى ايه اكنس بالمكنسه، كنست الاوضه بالمكنسه كويس. ودخلت بقى هنا على اوضه الصالون. بما انها جنب اوضه الاطفال يعني، فقلت ايه اخد الحته اللي هي الفاضيه اللي ما بين السجاده والكنبه بتاعه الصالون، ومسحتها بالمره هي كمان. علشان ايه؟ الحته ديت يعني الحته اللي هي فاضيه اللي ما بين السجاده والصالون. تسنيم كانت راكبه العجله بتاعتها، والعجله عامله سواد كده في الارض، فمسحتها والحمد لله السواد ده طلع يعني. بس. وبعد كده بقى دخلت على الصاله برضو، ظبطت الركنه وظبطت الكراسي وكده. قلت بقى ايه اخدها بالمكنسه بالمره. والحمد لله يا رب ان المطبخ كان نضيف زي ما قايله لكم. كنت مبيتاه نضيف، ده احسن حاجه انك تبيت المطبخ بتاعك نضيف من بالليل. المهم بقى خلصت الشقه كلها بالمكنسه الحمد لله، وسخنت الغدا واتغدينا. هنا بقى انا نزلت علشان كنت رايحه وادي تسنيم، ملاهي كده صغننه عندنا في البلد. كنت معداها بيها يعني. بس قبل ما اروح حاولت على المحل اللي انا وريتكم فيه المجات ده اللي شفته دلوقتي. بصراحه عنده حاجات تحفه. مجاته ما شاء الله، بيجيب حاجات ترند وحاجات جديده وحاجات كلها جميله والله. واسعارها على فكره كويسه يعني، مش غاليه قوي. وعمل كمان عروض على المجات. تعالوا بقى اما اوريكم انا جبت ايه، بس عشان الكرتونه ما تقفلش. بصوا ده كده معايا اول مج. بصوا بصوا يا بنات، اظن مفيش رقه وجمال اكتر من كده. نقلب بقى الايس كوفي كده ونشرب. ايه رايكم؟ كان في كذا شكل بصراحه غير الفيونكه، بس انا حبيت بحب الفيونكات عموما يعني. ماشي يا بنات، ده كده معايا اول مج. تعالوا نشوف اللي بعده. بصوا على الرقه، لا بجد قولوا لي شكله ايه عامل ازاي. بصوا هو كان في بدل الورد بتاع اللي هو عباد الشمس الاصفر ده عباد الشمس برضه ولا ايه؟ بصوا هو كان في بدل الورد الاصفر ده ورد اخضر كده. بس انا حبيت اللي هو جود مورنينج، واللي يبقى الورد اصفر كده. الاصفر بقى لايق مع اللون الازرق، شكله تحفه. قولولي برضو رايكم في ده. انا جايباهم بصراحه للايس كوفي بقى بتاع الصيف، والمشروبات بتاعه الصيف وكده. انا عندي مجات بس يعني الحاجات دي طالعه ترند اكتر بقى وموضه وكده، فقلت اجيب منها يعني. قولولي بقى رايكم كده فيه. بصراحة يا بنات انا كان نفسي ابقى فاكرة الاسعار عشان اقول لكم. بس والله بجد انا ناسيه خالص. بس بيتهيألي المج اللي هو شبه البرطمان ده اللي هو ده ب100. ماشي. انا مش عارفه بقى التاني بكام بصراحه، مش جاي على بالي خالص سعره. بحاول افتكر، ما مش عارفه. الوحيد اللي فاكراه اللي هوريهولكوا دلوقتي، في موتوسيكل جه وقف تحت الشباك وفضل شغال حلف ما هو ماشي، مش عارفه اسجل منه حاجه من ساعتها. كان زي المهم يا بنات، ده المج اللي بقولكوا عليه اللي انا فاكره سعره. لانه كان في ركن كده مع مجات تانية. كان نزل عليهم عرض. اي مج فيهم كان ب75 جنيه. بصراحه ده اللي انا اسفه والله بعتذر على الصوت. آه،
معلش يا بنات بعتذر لكم عن الاصوات والله، بس الشارع اللي انا قاعده فيه دلوقتي يعني حي ناس رايحه جايه فيه كتير وكده، فهتلاقوا دوشه. معلش. المهم يا بنات، ده بقى المج اللي بقولكم عليه اللي عجبني واللي فاكره سعره، لانه كان في ركن كده مع مجات تانية، المج فيهم كان ب75 جنيه. فبصراحه جميل جدا وحجمه كويس على فكره كمان. آمم، المهم بقى عايزة اقول لكم تقولوا لي رأيكم في المجات اللي انا جبتها. وكمان ما تنسوش بقى تحطوا لايك لو ما حطيتيش، وتشتركي في القناة لو ما انتش مشتركة. ويا رب كده اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. باي باي.